اف برنامه بسپونسریا مالا جنه لقامشلو و هیواسور آکرده. اگر پرسین و هبن هندکارن پیوندی یانجی سردانا مالا جنه و هیواسور آکرد بکن. مالا جنه قامشلو تاخا غربی لپشت مزگفتا قاسمو برانبر دبستانا زهرا. تليفون عرضية 426 184. مالا جني لحسكي تل حجر لجورا شيرينغها العمر برانبر دبستانا عدنان المالكي كولانا جراجان. تليفون عرضي 371 115. مالا جني لگركي لگي كولانا شرداريه برانبر دكتور خليل يدرانان لكيلكا سازي و سنديكيا جوتياران. هیواسور آکرد نخوشخانه آقامشلو لکیلکا بنگدم. موبایل 09 81 64 58 79. نخوشخانه آگرکیلگی موبایل 09 35 98 51 22. مساء الخير مستمعينا متابعي إذاعة بوير اف ام. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة برعاية الهلال الأحمر الكردي ودار المرأة في قامشلو. للتفاعل مع موضوع الحلقة يمكنكم الاتصال على رقم الأرضي 429 101 ورقم الواتساب 0938280814 وكمان على صفحة الفيسبوك بوير عربي. أدى جائحة كوفيد-19 وما صاحب ذلك من إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية إلى تفاقم العنف المنزلي، حيث ازدادت عدد حالات النساء المعنفات لفظيا وجسديا خلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، وأصبح عدد كبير منهن تجدن صعوبة في الخروج أو التبليغ عن أزواجهن أو البحث عن المساعدة في المراكز المختصة. ما هي أسباب العنف المنزلي أثناء أزمة كورونا وما هي الحلول للحد من هذه المشكلة؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو المرشدة التربوية يارا وليكا. مساء الخير أنسة يارا، أهلا بك في إذاعة بوير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. أهلا. بداية أنسة يارا، لو تعرفي لنا وللمستمعين ما هو العنف المنزلي؟ العنف المنزلي يعرف على أنه سلوك ينتج من أحد الشريكين، نعم، سواء كانوا والدين أو زوجين أو حتى صديقين، يصدر من أحد الأطراف الذي هو يملك السلطة، فيمارس هذا السلوك على الطرف الآخر، سواء كان هذا العنف لفظي، جسدي، جنسي، اقتصادي أو أي شكل آخر ممكن أن يمارسه هذا الطرف على الآخر بحيث أن يجعله تحت السيطرة. نعم، يعني يفرض سيطرته. هل يقتصر العنف المنزلي على الضرب فقط أم له أشكال وأنواع للعنف المنزلي؟ لا، أكيد الأشكال كثيرة مثل ما حكينا. ممكن يكون لفظي وله آثار كتير نفسية، ممكن يكون جسدي وله آثار جسدية ونفسية، ممكن يكون جنسي وكمان بيكون له آثار نفسية وجسدية. ممكن كل شكل لحال عن سيارة. طيب فينا نحكي عن العنف اللفظي اللي هو ممكن الشتم، التفوه ببعض الكلمات الغير أخلاقية، ممكن التقليل من قيمة المرأة أو الشخص اللي مقابلك، الاستهزاء، أي كلام ممكن أنه يؤدي فيك إلى الشعور السيء هو بنعتبره نحن عنف لفظي. أما العنف الجسدي اللي هو بيتعدى ذلك إلى الضرب، يعني ممارسة فعل الضرب على الطرف الآخر بحيث يسبب عنده الألم الجسدي إضافة إلى الألم النفسي. أما العنف الجنسي فهو إذا بدنا نحكي ضمن إطار علاقة بين اثنين، فهو إجبار
أحد الطرف الآخر على القيام بفعل الجنس من دون ما يكون في عنده أي رغبة، فهذا كمان بيكون اسمه عنا عنف جنسي أيضا. نعم. تزايد حالات العنف المنزلي مع أزمة كورونا كوفيد 19. برأيك شو هي أسباب العنف المنزلي؟ هلا بأزمة كوفيد 19 تزايدت حالات العنف وفي دراسات عم تقول لسه رح تتزايد، يعني بطول فترة في حظر للتجوال فالعنف رح يتزايد رح يستمر. وفي كتير من الدراسات أثبتت أنه دائما الوباءات كانت مترافقة بازدياد لحالات العنف المنزلي. أما عن حالة كوفيد اللي احنا عم نعاصرها هلا، فشو هي الأسباب كتيرة، منها أنه ما عاد في هاي المساحات للأطراف جميعا للتفريغ، للاستفادة من الوقت أو للإنتاج. في عنا دائما إلقاء اللوم على طرف واحد اللي هو بيتحمل جميع أعباء هاي الفترة، اللي هي كانت المرأة غالبا. نعم. هي بتتحمل كتير من الأعباء، لا يكفيها الأعباء اليومية، فصار عندها أعباء زيادة هي المحافظة على صحة والمحافظة على وقاية هاي الأسرة كاملة، بالإضافة لأنه لازم تتحمل كمان جميع الأعباء الملقاة عليها مجتمعيا. ففي كتير من العوامل، منها أنه الزوج أصلا كمان ما أنه متعود أنه يشارك جميع هاي التفاصيل الحياتية اليومية مع الزوجة، ما كان متعود أنه يبقى بالبيت. تمام، هو يعني كانت مغيبة عنده كل هاي التفاصيل، أنه هاي المرأة كيف عم تعيش، فهو عايشها، ويمكن صار عنده رد فعل ممكن نقول عنيف تجاه المرأة، لأنه هي دائما الحلقة لا ضعف عنا بالمجتمع. وأيضا عنا حلقة الأطفال اللي هن كمان بيتأثروا بهذا الوضع بشكل أو بآخر. أحيانا كمان الرجال هن ذات نفسهم بيكونوا ضحية، بس يمكن مو بشكل مباشر، يعني بشكل غير مباشر، أنه في كتير من الرجال يمكن بفترة حظر التجوال شافوا نوع من الظلم أو من الأعباء الزيادة على زوجاتهم، بس هن مو قادرين يبدوا هذا التعاطف، يعني حتى بيبدوا بخجل، مو أكتر من هيك. يا ترى كان سبب من أسباب العنف المنزلي إنه سبب الفقر، البطالة؟ أكيد. نعم. أكيد هذا بيلعب دور كتير كبير، يعني إنه لا يكفي إنه في نوع من الفقر أو قلة الدخل المادي اللي عم يجي على البيت، فكمان فرص العمل القليلة جدا راح تبات غير موجودة، فهذا بيؤدي أيضا إلى مشاكل بين الطرفين، يعني راح تتم. نعم. لكل مشكلة اجتماعية آثار سلبية على الأسرة بأكملها. شو هي آثار العنف المنزلي على النساء؟ آثار العنف المنزلي على النساء هي منذ الأزل موجودة. نعم. اللي هي بتقلل دائما من دور المرأة ومن تقديرها لذاتها جوات الأسرة، اللي هي ممكن جدا يقلل من رغبتها للخروج والبقاء فعالة دائما في مجتمعها، ممكن يؤثر سلبا على تعاملها مع زوجها ومع أطفالها بحد ذاتهم، وهذا بيؤدي إلى أطفال غير قادرين على العيش أو على التأقلم بحياة لازم تكون هي المطلوبة أو هي اللي لازم يعيشوا فيها. نعم. ففي كتير أمور ممكن تنعكس سلبا، والمرأة هون لما بتعيش عنف داخل منزلها هي قدام خيارين: إما القبول والرضوخ للأمر الواقع، أو التمرد على هذا الأمر الواقع، وبالتالي في وصمة عار لاحقة بدها هي تعاني منها. طبعا إلى فترة ليست ما بعيدة أبدا، غالب نسائنا كانت بتقبل بالأمر الواقع وبتعيش الظلم وبتعيش العنف المنزلي، ولمجرد أنه هي ما بتتقابل المجتمع بوصمة عار هن بدهم يطلقوها عليها فيما بعد إذا هي تمردت أو رفضت. أنسيارة، لو نوضح لك كل أثر لحاله، إنه مثلا الآثار الجسدية، الآثار النفسية، الآثار الاجتماعية للمرأة المعنفة داخل المنزل. نعم. من أهم الآثار اللي ممكن تنتج، أنا يمكن ينتج عني امرأة تعنف أطفالها حكما.
لأنه هي ما لا قادرة على الطرف الأول، هو أقوى منها مجتمعيا، أو نحكي هي رح تمارس العنف على الأطفال. 2، هاي المرأة تعاني بعض المشاكل النفسية اللي هي بتعدد. أنا ما فيني أقول إنه المرأة اللي بتعاني من العنف رح يصير أو رح يصير معها فصام، أو بس هي أكيد رح تعاني من اضطراب نفسي فيما بعد. عدم الثقة بالنفس تمام، رح ينخفض، أكيد رح يكون على قولاتنا بالمحكية بالأراضي. نعم. إذا كان العنف طبعا على قدم وساق في المنزل. مجتمعيا المرأة رح تكون منسحبة منعزلة، لأنه دائما في عنا مثل ما حكيتي هلا في نقص للثقة بالنفس. إذا كان في مشاركة بالحياة المجتمعية فرح تكون على أدناها، على أدنى المستويات، ورح تكون بالشكل السلبي أيضا ليس بالشكل الإيجابي. ممكن هاي المرأة تظن إنه هذا العنف اللي عم يتمارس عليها هو شيء من العادات والتقاليد، وهو قاعدة سارية. يعني نحن بكتير من المرات بنصطف لسيدة إنه سؤال هذا العنف أنت كيف تتقبلي؟ الجواب بيكون بسيط، لأنه نحن هيك مكتوب علينا. فهنا بيظنوا إنه هاي الطبيعة، هذا الشيء الطبيعي اللي لازم يكون، هذا ما شيء طبيعي. نعم. ذكرتي يا سيارة أنه المرأة تعنف أطفالها، والأطفال هم أكثر فئة تأثرا بالمشاكل الأسرية. شو هي آثار العنف المنزلي على الأطفال خلال أزمة كورونا؟ شو بيصير فيهم؟ الأطفال أصلا بأزمة كورونا عانوا من ضغط رهيب. حتى لاحظنا هذا الشيء من خلال فتح المدارس. حاليا صار عنا إقبال غير طبيعي من قبل الأطفال على المدارس. هو السبب الرئيسي بقاء في المنزل، عدم وجود المساحات الكافية لتفريغ هاي الطاقات. فأصلا الحظر كان أول الضغوطات على الطفل، فما بالك بيئة فيها عنف في المنزل. مجرد رؤية الطفل لعنف بين الأب والأم، أو أحد الأطراف يعنف الثاني، هي المرأة اللي تعنف غالبا بسبب عنده عدم استقرار أو عدم شعور بالأمان، فهي أول الخروقات بحق الطفل. تمام. نعم. ثانيا عدم شعوره بالاستقرار بسبب عنده زعزعة بالثقة بالنفس، بسبب عنده سلوكيات سلبية غير منطقية وغير واردة. هذا كله بس بيكون بغرض لفت الانتباه لحتى يعرف هو لعند مين بده يروح، وبيضل هو بحالة حيرة دائما. 3 ممكن يسبب عنده العنف أيضا، يعني هو بيصير بده يعنف الأشخاص اللي أضعف منه. نعم. سواء كانوا أخواته الصغار ولا مثلا أصدقاء بالحارة أصغر أو أضعف، أو حتى بالمدرسة. نعم. سيارة، قبل ما ناخذ فاصل، برأيك هل يمكن أن تستمر الآثار النفسية سواء على النساء أو الأطفال في المستقبل؟ بمعنى هل سيصابون بالأمراض نفسية مستقبلا؟ هلا نحن ما فينا نجزم، خاصة المعنفات. بأمور الصحة النفسية نقول الصحة النفسية والجسدية تشكل الصحة العامة. نعم. القريب، شو هو القريب؟ إذا أهملتيه ممكن يخليكي تنأذي، مثله أي اضطراب نفسي أو أي شعور سلبي. إن خليتي ما قمتي بمعالجته بأشياء ولو بسيطة. أنا المعالجة ما بنقصد فيها دائما المعالجة التخصصية، وإنما أي دعم نفسي اجتماعي ممكن تتلقيه من أي حدا. نعم. ممكن يخفف عنك هذا الأمر. أما إن لم يتم المعالجة وبقي التعامل مع هذا العنف بشكل سلبي وانطوائي وانسحابي، ممكن جدا يسبب اضطراب. رح يتفاقم أكيد. نعم. فاصل صغير ونرجع.
أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير FM في حلقة جديدة حول العنف المنزلي في ظل أزمة كورونا. أهلا وسهلا فيك مرة تانية أنسيارة. أهلا وسهلا فيك أنسيارة، إلى أي درجة يمكن لحملات التوعية أن تخفف من العنف المنزلي وخاصة مع انتشار فيروس كورونا في المنطقة؟ حملات التوعية، نعم، حملات التوعية أكيد بتلعب دور كتير كبير، ولو كانت النتائج بسيطة أو بنسب قليلة. طبعا يتوقف الأمر على شكل القيام بهاي الحملة والمستفيدين اللي نحن عم نستهدفهم بهاي الحملة. يعني دائما استهداف النساء بحملات التوعية هو أمر جيد، صح، لكن النساء فقط مو هن فقط العنصر الأساسي بعملية أو بدائرة العنف، في عنا عناصر أخرى أيضا. يعني من المهم جدا أنه نحن نشرك الرجل. يعني قصدك لازم يستهدف الرجال والأطفال؟ أكيد. نعم. ممكن نستهدف جميع الشرائح الموجودة بالمجتمع، لأنه العنف أمر موجود. يعني العنف المنزلي لا يقتصر فقط على الزوج والزوجة، ما العنف المنزلي بين الزوج والزوجة يؤثر على الأطفال، وبالتالي هذا العنف بيصير عنف مدرسي وبيصير تنمر وبيصير كتير شغلات بعدين. يعني سلسلة متلاحقة مع بعضها. فبس بدنا نوسع الدائرة وما نضل دائما بإطار أنه نحن نستهدف فئة ممكن تكون هي الفئة هي فهمان الموضوع وهي أصلا المتأثر. فأنا بقدر الإمكان بدي أحاول أوصل للجذور، ما أطلع على النتائج، بدي أشوف الأسباب. نعم، تكون مستهدفة لجميع فئات المجتمع. أكيد. تقصد الكثير من النساء وخاصة في الآونة الأخيرة دار المرأة لحل مشاكلهن. برأيك إلى أي حد كان لبيت المرأة دورا فعالا في الحد من العنف المنزلي ضد المرأة؟ هلا بصراحة منذ بظن انه بداية الحراك اللي صار بالأزمة السورية وصار في عنا دار مرأة كان تقريبا بعد 2013. نعم. ماني متأكدة عن بالرقم، بالنسبة للرقم، بس خبرتك من شوي انه النساء سابقا كانوا مجبرات على تقبل الامر الواقع، مع انه كانوا على دراية تامة انه الامر اللي عم يصير هو عنف وهو يعني امر خارج نطاق حقوقهم كأشخاص. بس كان في أمور ملقاة أو ملقنة أو نحن متقيدين فيها مجتمعيا أنه المرأة يجب أن تتحمل جميع تصرفات زوجها، الأهم أن لا يطلق عليها صفة مطلقة. هاي الصفة جدا بشعة. نعم. تمام. فبتحس المطلقة عندها وصمة عار، فبتتحمل كل شيء في سبيل أن لا يطلق عليها هذا ومع تأسيس دار المرأة. تمام. مع تأسيس دار المرأة صار في قوانين أيضا تحمي المرأة. يعني الزوج حاليا نسبة العنف خفت إلى درجة كتير منيحة. الزوج ما عاد قادر يقوم بتعنيف زوجته لهي الدرجة الكبيرة. نعم. صار في قوانين ناظمة ضابطة للسلوك حتى جوات المنزل، صار في ردع. فهذا الأمر كتير منيح بالنسبة للنساء، بوجود هيك نوع من الأماكن ممكن المرأة تلجأ له تحاول تصلح أو تحد من العنف. هو شيء كتير منيح لوضعنا مجتمعيا. نعم. برأيك ما هي الحلول للتخفيف من مشكلة العنف المنزلي أثناء أزمة كورونا؟ مشكلة العنف، شو هي الحلول؟ الحلول أحدها أنه دائما الزوج والزوجة يكون عندهم سبل أو قنوات للحوار بينات بعضهم. هذا شيء كتير مهم، سواء مشان أي نقطة ما يصير في عليها كتير تراكمات وبالتالي تخرج عن طريق سلوك هو عنف. نعم. هاي أول شغلة. المشكلة أنه الموضوع كله بيبلش حتى قبل الزواج، يعني بس باعتبار في زواج بين اثنين في عنف نحاول نفهم الطرفين. في حال أي حدا من الطرفين عنده شخص آخر، شخص ثالث ممكن يقدم له النصح الجيد للتعامل مع المواقف اللي هو بيشوف حاله غير قادر على التعامل معها، بيكون كتير منيح. أيضا طلب المشورة من أخصائي أمر هو
جدا 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 طبيعي. يعني أي حدا بيشوف حاله أنه هو غير قادر على التعامل مع مشكلة زوجية موجودة بأسرته، هو أمر كتير طبيعي. من المهم أنه نحن نتوجه حتى لمختصين، لأنه أمر عيب ولا أنه بالعكس هذا شيء كتير رائع لو فينا نحن بنحاول بكل الطرق أنه نحن نحافظ على هاي المؤسسة الصغيرة يعني. نعم، هاي الحلول بالنسبة للحياة الزوجية. يا ترى الأب لما يعنف بنته، الأخ يعنف أخته، كيف بتكون الحلول؟ أنا بظن لو الموضوع انحل بين الزوج والزوجة، فرح ينحل أيضا فيما بعد في تربية الأبناء. يعني عندما يحترم الزوج زوجته، نعم. فما رح يعنف بنته أيضا. يعني إذا ما عنف مرته ما رح يعنف بنته، هي أولا. وبالتالي ما رح يسمح لابنه أنه يعنفها. بس في أمور معينة نحن مجتمعيا مفروض علينا، إحنا الزوج أو الابن ما بيحب يعنف، بس مفروض عليه أنه يعنف. في الأمور نحن لازم نشتغل عليها كمؤسسات مجتمع مدني، إعلام، مؤسسات اللي لها علاقة مثلا الشيوخ القادة المجتمعيين لازم يحاولوا بقدر أكبر أنه يتعاملوا مع هاي السلطة الذكورية بنشاطات، بحملات، بمشاريع صغيرة ممكن تخفف من هاي الوطأة. إنها مرأة مو أحد قائم عليها هو اللي بيسيطر عليها دائما. أظن الحل بيكمن بتغيير بعض العادات والتقاليد، والمجتمعات تتغير، ونحن شهدنا نسبة منيحة من التغير ورح نشهد أكثر إن شاء الله. نعم، هاي بالنسبة للحلول كمرشدة تربوية. ما هي النصائح والإرشادات التي يمكن اقتراحها للحد من هذه المشكلة؟ هلا من ضمن الحكيت إنه يا ريت دائما يكون في عنا برامج لمساعدة الأزواج على التعامل مع مشكلاتهم اليومية الزوجية. برامج توعوية، برامج توعوية، برامج تأهيلية للتعامل مع الأطفال حتى. يا ريت لو كان في عنا لجنة أو لجان لحماية الطفل ضمن مدينتنا، كان رح يكون أمر كتير رائع. نعم. يعني كان ممكن يساعدوا الأطفال ويساعدوا الأزواج إلى حد أكبر. نعم. كلمة أخيرة إليك أنسيارة. الكلمة الأخيرة، العنف المنزلي هو مانو عنف خاص فينا نحن كمثلا كروج آفا أو مثلا المنطقة الشرقية بالعالم، لا، هو موجود بكل مكان. حكيت أنه هو بيزداد دائما بأثناء الوباءات، لأنه بيصير عنا كم فائض من الوقت، بيصير عنا اكتشاف لحياة الآخرين. أهم شيء أنه نحن نعرف أو نعرف نشارك بعض تفاصيل حياتنا، مشان ما بكل وباء نعيش نفس الأزمة بالعنف المنزلي. شكرا لك أنسيارة ولك على حضورك معنا اليوم. شكرا. مستمعينا، هناك بعض الرسائل نختم فيها حلقتنا. إذا كنت تشعرين بعدم الأمان في منزلك أو في محيطك، إذا تعرضت للأذى أو شعرت بالتهديد أو الترهيب أو المضايقة، اطلبي المساعدة من دار المرأة في منطقتك لتحصلي على مساعدة سرية ومجانية. لا يجب أن تشعري بالخجل، ولديك الحق في الحصول على المساعدة. لست مضطرة لتحمل هذا والتعامل معه بنفسك، وتذكري دائما أنه ليس خطأك. في حال حدوث عنف في المنزل وعندما يكون ذلك ممكنا، حاولي وضع خطة أمان إذا كنت تخشين على حياتك أو حياة أسرتك. يجب أن تتضمن هذه الخطة مكانا يمكنك العثور فيها على ملجأ، وتفاصيل اتصال بالخدمات أو الأشخاص الذي يمكنهم دعمك. وما إلى ذلك، اتصلي برقم دار المرأة لمعرفة المزيد عن خطة الأمان. من المهم أكثر من أي وقت مضى رفع مستوى الوعي حول العنف المنزلي ومعرفة علامات التحذير من سوء المعاملة. علامات التحذير من سوء المعاملة الشريك في العلاقة، وهي: أخبرك أنك لا تفعلي أي شيء بشكل صحيح، إظهار الغيرة الشديدة لأصدقائك والوقت الذي تقضينه بعيدا عنهم، منعك عن قضاء الوقت مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الأقران، الإهانة أو التحقير أو التشهير بك خاصة أمام الآخرين. هناك علامات تحذير أخرى، منها منعك من اتخاذ قراراتك الخاصة بما في ذلك ما يتعلق بالعمل أو الذهاب إلى المدرسة، السيطرة
على الشؤون المالية في المنزل دون مناقشة، بما في ذلك أخذ أموالك أو رفض توفير المال للنفقات اللازمة. الضغط عليك لممارسة الجنس أو القيام بأعمال جنسية لا تشعري بالراحة معها. الضغط عليك لتعاطي المخدرات أو الكحول. ترهيبك من خلال مظاهر التهديد أو الأفعال، إهانة الأبوة أو الأمومة أو التهديد بإيذاء أو أخذ أطفالك أو حيواناتك الأليفة المفضلة. تخويفك بأسلحة مثل البنادق أو السكاكين أو الخفافيش أو الصولجان. تدمير ممتلكاتك أو منزلك. وأخيرا، إذا كان شخص ما تعرفه يتعرض للعنف المنزلي وكنت شخصا تعرفينه أو تثقين به، فتحدثي معه عما يريده. يمكنك مساعدتهم في وضع خطة أمان تساعد الناجي على الاستعداد لحالات الطوارئ. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. موعدنا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية دار المرأة في قامشلو والهلال الأحمر الكردي. للمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل أو زيارة دور المرأة والهلال الأحمر الكردي في المدن والبلدات التالية: دار المرأة قامشلو، الحي الغربي، خلف جامع قاسمو، مقابل مدرسة الزهراء. هاتف 426 184. دار المرأة الحسكة، تل حجر، فوق حلويات العمر، مقابل مدرسة عدنان مالكي، شارع الكراج. هاتف 371 115. دار المرأة جركي لقي، شارع البلدية، مقابل الدكتور خليل للأسنان، بجانب مؤسسة نقابة الفلاحين. الهلال الأحمر الكردي، مستوصف قامشلو، جانب مشفى بنك الدم. موبايل 098 164 5879. مستوصف جركي لقي. موبايل 093 59 85 121.